العنوان سلوك حضاري لاشين، ويتحدث بلغة الهمج كذلك، وقبلها بقطع الرؤوس وشكارة الحليب التي سيحل مشكلتها في أسبوع، وقبله تبون ماء وزغاريت أو بودر وزغاريت شكارة الحليب كان يقول في 2019. شوف سي جمال، لما نتكلموا على تصريحات الوزير سي كمال الرزيق وبعض الوزراء الآخرين وحتى في أعلى هرم السلطة، لأن أنا ما شفت في حتى عالم في حتى دولة المسؤول يهدد شعبه. ما كانش الاقتصاد لا يبنى بالتهديد، يبنى بالاستثمار، يبنى بوضع مناخ اقتصادي، بيئة فافورابل، المجتمع يكون يؤمن بأن هذا البلد يجب أننا نبنيوه احنا عن طريق التشمير على سواعدنا، عن طريق أننا نديروا يدينا في بعضنا، عن طريق أننا نتساعدوا كمجتمع كسلطة كذا. هذا هو اللي يبني الأمم، مش يجي سي كمال رزيق. وللأسف يعني هو ابن الشعب، يعرف معاناة الشعب، يعرف ربما الفقر واش معنته. ما لحقش باش كان أستاذ جامعي مباشرة، ربما خدم كموظف في إدارة الضرائب لسنوات وسنوات، معناتها كان موظف بسيط جدا وكان عنده ان صالير ربما ما يكفيش حتى لعائلته. أظن أن المسؤول في الجزائر لما يجي ويبدأ يتربب على الجزائريين بهذه الطريقة هو الإشكال الكبير، يعني راح يكره الجزائريين في أرضهم. ولذلك حتى سي عبد المجيد تبون في آخر مرة يقول لهم آخر إنذار لازم تدخلوا دراهمكم. هل الجزائريين دخلوا دراهمهم وهل بالتهديد؟ لا، لازم نكونوا عاقلين، ولازم نكونوا صح في المستوى المطلوب أننا نسيروا دولة كالجزائر ب 40 مليون جزائري. أنا يفكرني سي كمال الرزيق لما فرعون قال لهم استأمنوا الرجل القوي الأمين. القوة في العلم، القوة في الكفاءة، القوة في أنك تكون عندك بعد النظر، تكون عندك استراتيجي، تكون مطلع على العالم كيف يسير، تكون مطلع على وش معنى الليدرشيب، وش معنى القائد الحاكم، وش معنى أن تكون عندك الكفاءة اللازمة. والأمين هو أنه يكون بصدق يخدم هذا الوطن، ماشي بالترباب على الجزائريين. هذا هو الإشكال المطروح، وهذا السياسة منذ 3 سنوات وإحنا نرهبوا وخرجنا قوانين أن نوصلوا للإعدام. هل حلينا المشكل الاقتصادي في الجزائر؟ يعني حطمنا بيوت وكرهنا جزائريين في بلادهم فقط. طيب. لأن الظاهرة تفضل دكتور حميد. لأن الظاهرة يجب أن توصف اقتصاديا. أنا نقول لماذا الحكومة؟ لأن هناك خبراء اقتصاديين في الدولة الجزائرية وحتى في السلطة. لماذا ما نعنوش للجزائريين بأن احنا نعيش في اقتصاد الندرة؟ واقتصاد الندرة هو 3 فئات. ندرة قد تكون ناجمة عن الطلب، وقد تكون ناجمة عن العرض، وقد تكون هيكلية. وهذا هو الإشكال في الجزائر، لأن لما الطلب يقل، ومثلا بعض المنظرين وبعض الفلاسفه الاقتصاديين يقولوا مثلا نظريه مالثيوس يقول لما تزيد عدد السكان الطلب يبقى في نفس النسبه، راح يكون مشكل كبير. وهذا هو اللي يخليه مثلا الطلب يزداد اذا زادت عدد السكان، والعرض يبقى متوقف. وهنا راح توصل الى ازمه خاصه للمواد الواسعه الاستهلاك او اللي عندها منفعه او سعرها يكون في متناول الجميع. ولهذا اليوم احنا مشكلتنا، وهذا متاسف عليه كثير. طيب، والمشكله اكبر مع سيده امينه مغرب سوق السيارات، وهذا الاحتفاء يعني المثير كثير من الجزائريين الدهشه والسخريه في نفس الوقت من شحنه سيارات فيات 500، وحتى يعني الحديث على انه سعرها سيكون يعادل 15,000 اورو، يعني احدى الوزراء الاعلاميه اكثر من 200 مليون. شوف سي جمال، اولا كي نتكلموا على سوق السيارات في الجزائر، هو سوق كما جاء في التقرير تاعكم انه السوق الاغرب في العالم، لان تتداول فيه اكثر من 10 مليار دولار سنويا في سوق السيارات الموجود الحالي في الجزائر. هذا السوق ما تستفادش منه الخزينه العموميه، وماهوش منظم، وما فيش دي غارونتي، وفيه اشكالات كبيره بين المستهلك المقتني البائع والشاري. ما كانش اتفاق، حتى كاين فوضى كبيره. اليوم منذ سنة 2019 ما استوردنا ولا سيارة، وربما من قبل السيارات الجديدة كانت بطريقة
شبه رسميه، لانه الجزائري او الشخص او الفرد هو اللي يتنقل ويجيب هذه السياره. ولذلك اليوم هناك مشكل كبير في البارك اوتوموبيل في الجزائر، لان بمعدل 200 الف سياره سنويا، احسبها انت منذ 5 سنوات ما دخلت السيارات بطريقه رسميه، معناتها اليوم راه عندنا نقص فادح يتجاوز 800 الف سياره. لما تتكلم انت على 4000 سياره دخلت ما عندها حتى معنى. ولذلك اظن بان هناك اشكالات اليوم. انت ترخص للمعتمدين وانا كنت قلت في واحد الحصه مشي معكم في قناه اخرى، قلت ان الوزير الممد الاعتماد يقول بان ذلك الكونسيسيونير اللي راح يجيب السيارات يقول له لازم تجيب لنا السيارات في اسرع وقت، ويقول له انا عندي المعلومه بان هناك من قدم الطلبيات. وانا نطرح سؤال، لذلك منذ 10 ايام او 15 يوم مدينا الاعتماد، اليوم تدخل السيارات، معناتها هل هذا المعتمد او هذا الكونسيسيونير كان مسبقا على باله بانه راح يكون من المعتمدين وراح يقدم الطلبيات؟ وهنا يوقع مشكل كبير بالنسبه للشفافيه. واظن ان هذه العمليه تصبح عمليه تطرح عليها عده اسئله. اظن بان اذا تكلمنا على مستوى الاسعار هذه السيارات، سياره فيات كما تسمى بالنسبه للجزائريين سياره فيات 500، هي البوندا اللي هي من نوع اخر، يعني اقل من فيات 500، يتجاوز 13,000 اورو في مكانها. ولذلك اظن بان لما توصل الى الجزائر حتفوق ال 200 مليون، هذا دون احتساب مثلا سعر الصرف الحقيقي. وهنا كذلك كاين لا عداله، لانك لما تمد الكونسيسيونير يجيب سيارات اقل من 3 سنوات والسيارات الجديده وبالسعر الاداري وبالسعر البنك، والجزائري تقول له دبر راسك، هنا راح تكون فرق على الاقل 70 مليون 60 مليون. وهل هذا الجزائري يعني يعامل بطريقه على اساس انه غير جزائري؟ وذلك الكونسيسيونير يعتبر جزائري، ومن ثم الدعم والخزينه العموميه عن طريق اسعار حقيقيه بالنسبه لليورو، وهنا يوقع مشكل. ولذلك الى غايه اليوم تلقى الجزائريين راهم متوقفين، حتى اللي يجيبوا السيارات الجدد يعني بامكاناتهم توقفوا، وحتى اللي يجيبوا السيارات عن طريق الترخيص هذوما الى غايه اليوم. هل الطلبيات هذه موجوده حتى نوصلوها الى السوق الجزائري باسعار معقوله؟ هذا ما نظنش. وانما راح نرجعوا الى المربع الاول، ولما كنا مثلا نركبوا السيارات كان باش تقتني سياره من عند طحكوت ولا من عند فولكسفاجن ولا لازم تكون وساطه، ويدخل فيها البزنسي في الوسط ويدخل فيها الانترميديار، والاسعار تاعها ارتفعت الى اسعار خياليه. وهذا ما سيشهده سوق السيارات من بعد 3 أشهر او 4 أشهر، لان الاليات غير واضحه. وكما قلت لك بان اذا كان واحد ترخص له يجيب عن طريق البنك، والجزائري اللي حاب يروح يجيبها بامواله لازم يروح للسكوار، انا راح تلقى على الاقل في 10,000 اورو على الاقل 60 مليون فرق. هل الجزائري ينتظر الكونسيسيونير ويصبح تحت رحمه الكونسيسيونير؟ طيب ما انه المفروض الجزائري يكون عنده مصانع لصناعه السيارات، يعني ليس للمقارنه، ولكن في المغرب بلد تصنع فيه واستثمارات 400 ألف سيارة سنويا، يعني ويستثمر فيه الفرنسيون عكس رونو التي منحت مليارات، 1000 مليار تقريبا دولار للاستثمار في مصنع لنفخ العجلات في وهران. طبعا وكان هناك الكثير من البروباغندا أنه المصنع في وهران المفروض صناعة السيارات تبدأ في مارس هذا الشهر ثم تنتهي القصة إلى استيراد. أليست في 2008 كانت شركة كاملة للسيارات عندما كانت البحبوحة المالية شركة فولفو تباع بملياري دولار فقط، دولار رمزي اشتراها الصينيون، والملياري دولار لمركز الأبحاث لهذه الشركة. لماذا لم تشترى حينها وتفتح المصانع في الجزائر وترحيب بمصانع أخرى وشركات أخرى؟ لماذا استمر هذا المشهد بمليارات وبمعاناة؟ شوف سي جمال، اذا سمح لي المشاهد، اذا سمحت لي، وحتى المنظومه الحاكمه ما تتهمنيش بانني خبارتي او انني مخازني، خليني نقول لك بعض المعطيات على المغرب مثلا، لان انا رجل اقتصاد يجب ان ندير دراسه مقارنه بالنسبه للدول. اليوم المغرب نتكلموا عليها هي ثالث دوله مصدره للسيارات بعد الصين والهند. اليوم انت ربما تتكلم على 400 الف سياره، انا اصحح لك الرقم ونقول لك بان بين شركه رونو وشركه اخرى مغربيه حوالي عندهم طاقه انتاج تفوق 900 الف سياره سنويا، يدخلوا مداخيل اكثر من 8 مليار دولار مداخيل من هذه الاستيراد، بطو دانتيغراسيون يديباس لي 69% بقيمه مضافه
توصل في السنوات على سنوات 2024 25 الى 80% كقيمه مضافه. نقول لك باللي الشركات اكثر من 250 شركه في المغرب كلها مرتبطه مع بعضها في صناعه السيارات، من بين مؤسسات المناوله. خليني نقول لك بان هذه المؤسسات توظف اكثر من 170 الف مغربي، من بينهم مهندسين. فتحت باب امام مؤسسات للهندسه في الميكانيك، فتحت ان هناك تكوين كبير جدا. لذلك هي تحادي في إعادة توظيف مؤسسة سوناتراك. للأسف هذه حقائق عن المغرب. بنخليني نقول لك بأن المغاربة يصدروا أكثر من 90% إلى الخارج، إلى الدول الأوروبية وإلى دول أخرى. وربما السيارات المصنوعة في المغرب هي أفضل من السيارات المصنوعة مثلا في اليابان كتويوتا وكذا. ولذلك هي اليوم تحولت إلى صناعة السيارات الكهربائية، وهي كانت من الأوائل. اليوم لما نتكلم عن المغرب في هذا القطاع، حبينا ولا كرهنا هذا هو الواقع، لأن صناعة السيارات بدأت في المغرب سنة 1957 ولم تنقطع. ولذلك كانت عندها سياسات رشيدة مثلا. ولكن لم يكن كان هناك مصنع، صحح لي كنت مخطئا، في الجزائر كانت فيها صناعة، يعني في عهد الاحتلال الفرنسي صناعة ستروان على ما أعتقد كان هناك صناعة في الجزائر، أليس كذلك؟ كانت صناعة مؤسسة بيرلي ومؤسسة سافيام اللي كانت في الجزائر، هذه مؤسسات قديمة وعريقة. يعني حتى صناعة الجرار، صناعة الحافلات كانت سوناكوم. يعني الآن يتم الحديث، تبون يتحدث عن استيراد الجرارات من القديمة يعني مثلا، ونماذج أخرى كثيرة. يعني كان تسويق بالمناسبة السيارات هذه الفيات، كان هناك في الثمانينات في عهد الشاذلي لو تذكر بيع الجزائريون وهم كبير سيارة فاطية في تيارت، وانتهى إلى وهم كبير، وكرر الوهم والأكاذيب على أساس أنه صناعة سيارات فيات في وهران في المفروض تبدأ الصناعة في سبتمبر الحالي، في مارس الحالي بالأحرى. شوف الفرق بيننا وبين بعض الدول، وإذا خذينا مثلا المغرب كمثال في صناعة السيارات، نقول لك بأن كل المسؤولين في الدول يتفاوضوا من أجل دولهم، ولكن في الجزائر هناك مش أزمة ندرة وإنما ندرة رجال. ولذلك تفاوض من أجل مصالحهم. كل واحد عنده حساب في سويسرا، كل واحد عنده ربما من المسائل في الجزائر، إلا من رحم ربي حتى ما نعممش. ولذلك لما نتكلموا على الصناعة في الجزائر هو جزء صغير جدا. وزير الصناعة فار بوشوير طبعا ليس مطالبا، بينما زكي حناش والناشطين في العراق يتم تعقبهم، وطبعا مليارات صرفت في هذا القطاع.